السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة حلقة جميلة جدا فيها تفاصيل كتير، فيها حكايات كتير. عندنا النهاردة ماتش الأهلي وإنبي اللي كان ماتش أكتر من رائع. عندنا الزمالك والداخلية. عندنا شوية أخبار وتفاصيل سريعة كده هنحكي فيها مع بعض. أنا باسم المراكبي وده الدوري المصري على كنبة. اعمل اللايك والسبسكرايب عشان تكون جزء من رحلتنا ل10,000 قبل كأس العالم للأندية، ويلا بينا على التفاصيل. عندنا شوية أخبار كده، وأول خبر عندنا الأهلي بيعيد على جمهوره في السنة الجديدة وجايب لهم هدية حلوة قوي كده. خالد عبد الفتاح لاعب سموحة جه النادي الأهلي على سبيل الإعارة وتفعيل بند الشراء، إعارة 6 شهور للنادي الأهلي. في خبر بعد ماتش بيراميدز مع الأهلي، إصابة اللاعب كريم فؤاد بعد تدخل عبد الله السعيد معاه في الماتش، إصابته بالرباط الصليبي، إن شاء الله يرجع بألف سلامة. والأهلي بيكثف إجراءاته لسفره عشان يعمل العملية بسرعة. الكشف الطبي هو سر في تأخر الأهلي في إعلان صفقة يعقوبو المهاجم الغاني. الأهلي بيفحص اللاعب كويس، الأهلي مش عايز ياخد اللاعب، يقول لك يقعد معايا شهر 2، هوب جت إصابة لأن اللاعب كان عنده مشكلة وإصابة قديمة في الركبة. فالأهلي بيكثف الكشف الطبي مرة واثنين وثلاثة قبل إتمام التعاقد مع اللاعب عشان ما يحصلش مشكلة في حتة الإصابة زي ما بيحصل للاعيبة كتير الأهلي جابهم في الفترة الأخيرة. قرار طلع من مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقاف اللاعب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عشان اتقال كلمتين كده ان هم لا ما كانش عندهم كورونا ولا حاجة، لا ده في مشكلة تانية. طلع كلام ان هم بياخدوا منشطات، يشربوا مخدرات. الكلام ده طلع من داخل نادي الزمالك وعلى لسان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وقال ان بكرة هيتعمل تحليل للاتنين لعيبة اللي اتذكروا فتوح وعبد الله جمعة عشان يتأكدوا من شوية حاجات ان هم بياخدوا منشطات، لا في مشكلة تانية. بدأ الكلام يكتر. اتقال برضو ان احمد فتوح اتصل برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وقال له انا هروح الاهلي. شويه كلام وشويه حاجات مع الايام اللي جايه هنعرف فيه ايه، هنفهم كل حاجه مع بعض. طبعا غياب احمد فتوح النهارده عن ماتش الزمالك والداخليه كان مؤثر بشكل كبير. احمد فتوح لعيب من اللعيبه اللي الزمالك بيعتمد عليهم في الفتره الاخيره، غيابه كان مؤثر جدا. ماتش الزمالك والداخلية في استاد القاهرة، رضا شحاتة في عنوان كده خفيف للشوط الأول، رضا شحاتة عمل كمين للزمالك. الزمالك يعتبر الشوط الأول ما راحش، ما حسيتش بالزمالك، في علامات استفهام كتير جدا في اللاعب المهاجم البنيني سامسون. أنا بصراحة لحد دلوقتي أنا مش حاسس اللعيب ده بجودة الزمالك، مش ده المهاجم اللي انا مستنيه يكون موجود في الزمالك، مش ده المهاجم اللي هيكسر الدنيا، مش ده المهاجم اللي جمهور الزمالك عايز يشوفه مع سيف الجزيري اللي رجع من كاس العالم وبعيد جدا عن مستواه. حسينا ان هو مش موجود. الشوط الاول كان فيه اثارة، احنا قلنا اول ما الماتش هيبدأ ان الداخلية هيرجع او هيدافع، لا النهاردة من بعد ماتش أسوان الفرق هتبدأ تطمع في الزمالك، وزي ما شفنا في الفترة الأخيرة مع الأهلي والزمالك، لا الفرق بدأت تلعب، المدربين دارسين الفرق كويس، الزمالك مدروس كويس بيبدأ اللعب ازاي مع أخطاء فريرة المستمرة. تشكيل الزمالك برضو المشكلة عنده في حتة نص الملعب، تغيير المراكز كتير في الملعب، التغيير الفني جوه الملعب كتير بيأثر على تركيز وذهن اللاعب. يعني انا النهاردة شفت امام عاشور لعب في 5 مراكز، مش ممكن لاعب يكون بيلعب في ارضية الملعب فجأة يلاقي نفسه بيلعب باك رايت، فجأة مركز 8، فجأة مركز 10، فجأة بيروح هنا، فانت بتخلي اللاعب يفقد تركيزه بالمرة. وطبعا في علامة استفهام استبعاد شيكابالا بعد ماتش أسوان اللي اتلعب في الاسبوع الاخير. طبعا عرفنا الاستبعاد كان سببه ايه، مشكلة كبيرة جدا عرفناها، ان اللاعب خد زمايله في الفرقة ونزلوا كلوا كده قبل الماتش الساعة 2 بالليل في المعسكر المغلق بتاع ماتش أسوان. الساعة 2 بالليل خد اللعيبة ونزلوا كلوا أكلة فسيخ ورنجة وبصل. لعيبة الزمالك نزلت ماتش أسوان لا حول ولا قوة، مش شايفين قدامهم أساسا.
خلاص يعني ازاي تحصلش في اي مكان في الدنيا ان لاعب يعمل كده، وخصوصا شيكابالا ولاعيب بحجم شيكابالا، انك قائد للفريق وكبير الفريق، المفروض انت اللي تمنع الكلام ده، لا انت اللي بتساعد على كده، الفرقه هتبدا تتفكك. بس انا بصراحه ربنا الحاجه اللي ملاحظها حتى في ماتش النهارده الداخليه والزمالك، لا جمهور الزمالك من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 ما سكتش ما بطلش، وفي الاخر بعد الاحداث دي كلها اللي بيتظلم فعلا هو جمهور الزمالك. برافو الكابتن رضا شحاتة، ادى ماتش على اروع ما يكون تكتيكي، انتصر على البروفيسير فريرا اللي بقى بيتفلسف كل شويه تغييرات غلط، لعيبه ما تلعبش في مركزها. يعني انا مش فاهم، يعني انا يبقى عندي مثلا سيف الدين الجزيري بره ولاعب عليه سامسون اساسي، ده لعيب بعيد جدا جدا عن مستواه. لما نيجي بقى نبص على الماتش واداء الشوط الاول باختصار كده سريع، هنبص نلاقي الداخليه بتلعب ماتش، لا بتهاجم، ماسكه نص الملعب اللي الزمالك فقده تماما، تمام، تركيز، كوره، بيهاجموا، بيروح في جرأة. احنا استغربنا قلنا هي دي الداخليه ولا ده مين اللي بيلعب؟ لا الداخليه النهارده رضا شحاتة عشان ما نقللش من مجهودهم ومن قيمتهم في الملعب، لا عملوا ماتش كبير جدا. ما شفناش خطوره للزمالك في الشوط الاول الا في الدقيقه 13، يعني عدى 13 دقيقه والزمالك ما راحش على جون الداخليه، كره واحده لعبها المسلوسي وشالها من على خط الجون مدافع الداخليه، قلنا الماتش هيتقلب، قلنا الزمالك هيبدأ يضغط، لا ما شفناش كده، لا شفنا جرأة عكسية من لعيبة الداخلية، ماسكين الملعب متمركزين صح، اللعيبة واقفة صح، اللعيب بيعملوا باصات كتير على لعيبة الزمالك. يعني انا شفت في فترات في الماتش الزمالك كان بيجي يبدأ اللعب مش عارف يبدأ اللعب من مدافعين من تحت، بس تلاقي الكابتن رضا شحاتة لا ضاغط من قدام عشان ما يخليش الزمالك يبدأ يبني اللعب ويعمل تمريرات ويعمل استحواذ، لا انا ضاغط عليهم، عامل خطورة عليهم. في خطورة حصلت من لعيبة الداخلية وكانت فرصة ب3 أرواح، كرة كده كرة كده كرة كده في الصندوق، لا في عشوائية في اللعب، الزمالك عنده عشوائية. ماتش أسوأ ماتش لعبه الزمالك في الموسم بعد ماتش أسوان، تستمر النتائج السلبية للزمالك والجمهور هو اللي بيتحمل كل الكلام ده، بيشيل على ضغطه، والداخلية فرض اسلوبه واسلوب لعبه والتكتيك بتاع الكابتن رضا شحاتة، عارف امتى يبدأ الهجمة، عارف امتى يقطع الهجمة، امتى يمتص الزمالك، امتى يعطل الوقت، امتى يمشي الكرة كده، يعمل تمريرات، يعد تمريرات. لا برافو الكابتن رضا شحاتة، وكل ده في الدقيقة 25 اترجم رسمي في هدف في مرمى الزمالك. اتلعبت كورة بالعرض ما بين الاتنين مدافعين، الكرة فيها شك انها اوفسايد او مش اوفسايد، او اللاعب تدخل في اللعب او ما تدخلش في اللعب، مهم ان الفار استدعى في السماعات، اتكلم مع الكابتن محمود ناجي وقال له ان الهدف صحيح. في حتة هنا في التسلل برضو عشان نحكيها، ان لو اللاعب تداخل حتى عدى من قدام الكورة، لو خياله عدى من قدام الكورة بتتحسب اوفسايد، ففي شك في الجون ده، يعني الصراحة تتقال لا هو في شك بنسبة كبيرة ان اللاعب فعلا حاول يتدخل على الكورة عدت من قدامه، لمجرد ان هو يعمل حاجة زي كده ممكن يكون حاجة بالرؤية عن المدافع، عطل المدافع. المهم ان هي اتحسبت جون وبقى 1-0 للداخلية، احرز الهدف اللاعب سمير فكري، وبقى 1-0 للداخلية. قلنا الماتش الزمالك هيبدأ بقى يرجع، هيبدأ يضغط عشان يعوض، ما شفناش اي هجمات كلها عشوائية، كلها بره ال3 خشبات. سامسون اللي النهاردة دي 8 مشاركة ليه، انا مش حاسه، مش شايف ان ده مهاجم او ستايل مهاجم الزمالك، جتة على الفاضي عامل زي التوك توك الاندونيسي عمال يجري وخلاص، انما يهاجم المرمى، يهدد المرمى، يحط كرة ما بين ال3 خشبات، ما شفتش. انا حسيت ان هو كان مدافع مع لعيبة الداخلية. طبعا لعيبه الزمالك كانت بتعمل حاجه غريبه جدا الشوط الاول، كانت بتحلق، طب ما تضغط يا ابني عشان تاخد الكوره، استخلص الكوره، انقل هجمه، اعمل اي حاجه. ما حسيناش لا بخطوره زيزو ولا بخطوره امام عاشور، ولا حسينا بخطوره رسميه على مرمى الداخليه. وخلص الشوط الاول بتفوق الداخليه 1-0، وهنبدا تفاصيل الشوط الثاني ونشوف الدنيا كان فيها ايه. وتفاصيل الشوط الثاني اللي كان بعنوانه عشوائيه في الاداء، الزمالك عنده عشوائية، التغييرات اللي عملها فريرا كسر بقى جناحات الزمالك اللي هي المفروض اكتر مكان بشكل خطورة.
انت كثفت الحته الهجوميه، سبت سامسون يجري ويخبط ويرزع ويقع ومن غير ما يعمل اي حاجه على الجون ولا يعمل اي حسنه طول ال90 دقيقه اللي عملها. نزلت سيف الدين الجزيري، مفيش، انت كسرت الجناحين من اقل الماتشات لامام عاشور والزيزو، ما شفناش اي خطوره، كلها عشوائيه في الاداء. خلاص الشوط الثاني طبيعي جدا ان هيجي الكابتن رضا شحاته يلعب دفاع منطقه ويلعب على المرتدات. الراجل في جيبه ال3 نقط لحد دلوقتي لازم يحافظ عليهم، ياخد الماتش لابعد نقطه والابعد وقت عشان يطلع بنتيجه ايجابيه، وده اللي حصل فعلا. وبدانا نحس بالخطوره نوعا ما، بس برضه مش خطوره مؤثره قوي. اما نزل مصطفى شلبي ونزل دونجا ونزل سيف فاروق جعفر، اتعمل تغييرات كتير، نزل الجزيري، في تغييرات كتير اتعملت. ده بخلاف التغييرات بقى اللي جوه الملعب اللي كلها عك في عك ملهاش علاقه بالكوره. يعني سيف فاروق جعفر يلعب باك رايت وبعد كده يلاقي اللاعب مش هيجيد في الحته دي يدخله في القلب ويطلع الغلبان امام عاشور باك رايت، ويرجع امام عاشور يلعب نص ملعب، ويرجع امام عاشور يلعب وينج. ايه ده؟ دي مش فنيات مدرب حافظ الفرقه وعارف الفرقه؟ كل العشوائيه في الاداء، ما شفناش اي حاجه، ما شفناش خطوره. حتى الجون اللي دخل في الشوط الاول في الزمالك، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، مفيش تفاهم، ناس بعيده، مفيش تركيز، مفيش اي حاجه. كل العشوائيه دي في الاخر ترجمه كوره حسب الضربه الركنيه، ودي برضو فيها شك. زي ما اتكلمنا على الجون اللي دخل في الزمالك، هنتكلم برضو على هدف التعادل للزمالك اللي هو في الدقيقة 95 من الوقت الضايع. كورة مش ضربة ركنية ولا حاجة، لاعب الزمالك سامسون هو مطلعها براسه، المهم اتحسبت ضربة ركنية، اتلعبت من مرة واحدة، حطها محمد عبد الغني عشان يغفر الاخطاء اللي هو عملها في ماتش اسوان وفي ماتش الداخليه. وكده الزمالك يتعادل ويستمر في نزيف النقاط، خسر 3 بونت في ماتش اسوان، والنهارده كمان 2 بونت، وسع الفارق ما بينه وما بين الاهلي ل5 نقط. ودي من اقل الماتشات للزمالك بعد خساره ماتش اسوان ولعنه اسوان. النهارده الداخليه يعمل كمين للزمالك، والزمالك هو اللي يتعادل وما يستحقش حتى التعادل، يستحق الهزيمه. وفعلا رضا شحاته من حقه ان هو يطلع زعلان لان هو كان في ايده ال3 نقط، وبكده الزمالك يبقى معاه 25 نقطه وفي المركز الثاني. ونيجي لماتش الاهلي وانبي في استاد المقاولين العرب، الماتش اللي كان كله قصاره، كله متعة، كله شغل مدربين. من على الخطوط مارسيل كولر في مواجهة المخضرم كابتن طلعت يوسف. ماتش فعلا كان ممتع، ماتش متقفل، ماتش فيه شغل تكتيكي جدا ما بين 2 مدربين عندهم فكر عالي وفنيات عالية. الاهلي بدأ الشوط الاول بالضغط المستمر. طبعا محمد شريف كان مستواه بعيد جدا جدا في اكتر من كوره. يعني في اول الماتش محمد شريف كورتين 2 كان يقدر يسجل على الاقل منهم واحده، كانت هتفرق جدا مع الاهلي. الشوط الاول كان عباره عن كوره سجال ما بين الفرقتين، ما بين لاعيبه انبي ولاعيبه الاهلي. برضو كان في مشكله في الاهلي بتحصل ان ما في فجوه ومساحات كبيره جدا ما بين ديانج وقفشه، اللي المفروض ينزل يستلم الكوره من ديانج ويبدا ينقل اللعب. قفشه هو فتيس الفرقه. يعني ايه فتيس الفرقه؟ هو ناقل الحركه ما بين نص الملعب والمهاجمين وطراف الملعب، هو اللي بيوزع اللعب. فما ينفعش مثلا الاهلي بيبدا اللعب من تحت، من عند ياسر، من عند متولي، بيبدا يسلم لديانج، يبقى في مساحه كبيره جدا ما بين ديانج، انت بتعمل زحمه. يعني بخلاف الكابتن طلعت يوسف عامل زحمه وبيدافع كويس جدا، لا كمان لعيبه الاهلي بتروح تسحب مع لعيبه انبي الخط ال18 فبيعملوا زحمه. ودي كانت مشكله في الشوط الاول. طبعا شفنا خطورة كانت بتتعمل عن طريق 3 لعيبة في انبي، دويدار ورفيق كابو وأوفا، شكلوا خطورة جدا للحظات على الأهلي. لا ما كانش فيه خوف، لا انبي كان منظم، كان واقف صح، كان بيلعب الأهلي صح. الشوط الاول بعنوان هو سجال، الكرة كانت سجال ما بين الفرقتين. يعني الاهلي كان عنده خطورة الاهلي كانت في حسين الشحات، و70% من خطورة الاهلي كانت في حسين الشحات، والباقي عن طريق قفشه والمتألق عمرو السولية. وده تاني ماتش عمرو السولية متألق فيه، بيأدي اداء رجولي، بيخدم الفرقة كويس قوي. طبعا الشوط الاول المسلسل اللي احنا عارفينه كله هو مسلسل اهدار الفرص. طبعا دور المدرب، ما نيجي نتكلم فنيا، انا دوري كمدرب ان انا اوديك لحد المرمى.
الفينش ده بتاع اللاعب، يعني انا مش هنزل كمدرب ان انا انزل اجيب جون. شفنا كرة لمحمد شريف يعني غريبة جدا، بيستلم الكرة براسه، هو لو خدها على صدره وريحها وشاط كانت هتبقى غريبة، يعني استلام غريب جدا. لو استلم صح وراح كان ممكن يشكل خطورة. شفنا كرة تانية برضو في الشوط الاول لقفشة، استلم الكرة ووشه المرمى، بدل ما يملى بوش رجله ويشوط لا بيبص لحسين الشحات. في حاجات انت لازم كلاعب كرة يكون عندك سن الطمع، يعني الطمع لازم يكون موجود للحظات في الكورة. مش بقولك ان انت تبقى لاعب اناني وتضيع والكلام ده كله وما تبصيش وتخلق لنفسك فرص تبقى ما هيش فرصة حقيقية، لا استلم انت وشك للجون، املى وش رجلي وشوط، دي ممكن تكون فرصة مؤكدة ان انت تجيب فيها جون. وبعد الانتشار الجيد اللي عمله الكابتن طلعت يوسف في الشوط الاول، الاهلي كان عنده مشكلة في الحتة بتاعت قفشة انه ما بينزلش يستلم، وده اللي اتعمل الشوط التاني لا الشكل اتغير، لا شفنا حاجة تانية خالص. شفنا قفشة بينزل لتحت اللي فعلا عمل خطورة، نزوله بدأ يستلم وعمل زيادة عددية في نص الملعب هو وديانج والسولية، وشغل تمريرات يمين وشمال، ونزل راس الحربة بدأ يستلم، محمد شريف بدأ يستلم، اتعمل تغييره ونزل مكان محمد شريف شادي حسين. محمد هاني بيعمل ماتشات اكتر من رائعة، يعني استمر كمل. لا بصراحة الناس كانت كتير بتنتقده، لا محمد هاني بيأدي اداء رجولي، اداء دفاعي 10/10، اداء هجومي 10/10، راجل مشترك في كل كورة، بيعمل اللي عليه، ما بيبخلش بنقطة عرق واحدة في سبيل النادي الاهلي، لا لاعب مجتهد. ولازم نشيد بالدكتور وائل حماد طبيب نادي انبي في بداية الشوط الثاني. قبل ما الشوط الثاني يبدأ جمهور الاهلي اسعاف ولقينا هيجان في المدرجات، في فرد من جمهور النادي الاهلي جاله حالة اغماء، جري بسرعة طبيب نادي انبي اسعفه، والدكتور احمد ابو عبلة طبيب النادي الاهلي، الاثنين راحوا مع بعض ونطوا من على السور الحديد. يعني هو مفيش مفتاح ان البوابة بتاعت السور الحديد تتفتح ان هم يخشوا منه ويلحقوا حد من الجمهور، يعني نعرضهم للخطر وينطوا من فوق السور الحديد. عدت على خير، مشجع النادي الاهلي قام والدنيا زي الفل، ونحمد ربنا ان هي عدت على خير. وبدأنا الشوط الثاني اللي كان شكل تاني واداء تاني ورتم تاني. كل الاخطاء اللي وقع فيها لعيبه الاهلي في الشوط الاول بدأوا يركزوا فيها في الشوط الثاني. قفشه اللي كان بعيد عن ديانج بدأ ينزل، بقى في زياده عدديه في نص الملعب للاهلي، السولية وديانج وقفشه عاملين شغل عالي جدا في نص الملعب. محمد هاني عامل اللي عليه هجوم ودفاعي، محمود متولي كل كوره مع المهاجم ملازمه تاكلينج يقطع الكوره. الاهلي كان بيعرف يستخلص الكوره كويس. مش هنقل من شأن انبي، لان انبي كابتن طلعت يوسف عمل ماتش جميل جدا، عرف يلعب الاهلي، عارف امتى يقطع الكوره، امتى يضغط على الاهلي، شكل خطوره في لحظات من الماتش. كوره من نص الملعب، تمريره ساحره من نجم المايسترو عمرو السولية لمحمد مجدي قفشه اللي روخ فيها الحارس وحط هدف. وطبعا الاحتفال بتاعه كان جميل جدا، الراجل بيصالح جمهوره، خلع تيشيرت النادي وحطه على راسه من فوق وقال له الجمهور كله انتوا على دماغي من فوق. لعيب بيبدأ، ساعات اللاعب بيجي في لحظة بيغلط، جمهور ممكن يكون بيعلق على غلطه، لا لحق نفسه قفشه وكتب صفحة جديدة مع جمهور النادي الاهلي بالاحتفال اللي عمله، اعتذر للجمهور وحط تيشيرت النادي الاهلي على دماغه. وشفنا من بعد الجون رتم ماتش قوي جدا. هنقول بقى انبي يهدى، لا الكابتن طلعت يوسف ما بيسكتش، بدأ يهاجم الاهلي، يضغط برضه على الاهلي والاهلي يضغط انبي. لا ماتش كان مثير سريع، الشوط الثاني كان سريع جدا. الاهلي شكل خطوره قويه جدا من عن طريق احمد عبد القادر اللي كان الشوط الاول بحس ان هو مش موجود. وكان في ملحوظه كده عايز اقولها، ان ساعات احمد عبد القادر لما بيبدا الماتش ما بنحسش بخطورته، سبحان الله. يجي ينزل احتياطي مثلا، يكون قاعد احتياطي وينزل يشترك في الشوط الثاني تحس انه بينزل يقلب الملعب. حسينا ان احمد عبد القادر الشوط الاول ما كانش موجود او ما كانش فيه ليه فعاليه هجوميه. لا الشوط الثاني رتم مختلف، بدا علي معلول يلعب له الكور المعتاده الطويله من ظهر المدافعين، بيدخل على اللاعب واحد لواحد، بيرقص بيراوغ، بيلعب كور بالعرض بشكل خطوره كبيره جدا. ومن بدايه ما قفشه بدا ينزل في نص الملعب حسينا الشكل اتغير، في مساحات، خلق مساحات
ما عادش فيه لعيبه الاهلي مش ضغطه كلها من قدام مع لعيبه انبي، عاملين كثافه عدديه في منطقه الجزاء بتاعه انبي. لا قفشه لما نزل بدا الملعب يفك، وفي الدقيقه 77 المالي اليو ديانج بسم الله ما شاء الله الدبابه الاهلاويه، ربنا يحميه بس من الاصابات ويحمي كل لعيبه النادي الاهلي، كوره بياخدها تقريبا من 42 يارده من نص الملعب، اللي يقابله تعالى ياخد واحد تاني 3 4، خد نص الفرقه، انفرد بحارس انبي وحطها ببطن رجله في سقف الشبكه من فوق، وهدف اكتر من رائع لإليو ديانج اللي يستحق الاشاده في ادائه مع النادي الاهلي، الاداء الرجولي، لعيب مكافح مقاتل، وخد النهارده جايزه رجل المباراه على الهدف العالمي والاداء العالمي اللي عمله. بعد الجون خلاص الاهلي مسك الماتش، بدأ يسيطر سيطرة كاملة على الماتش. شفنا النهاردة مشاركة اولى لمصطفى سعد ميسي، ونزل رامي ربيعة واحمد كوكا اللي نزل، وبعدها بدقيقتين خد كورة كده في وشه وحس ان هو مش مظبوط، الاهلي طلعه تاني وبعد الماتش وداه المستشفى لانه حس ان في زغلله في العين، في مشكله في الرؤيه، بس اطمنا واللاعب حالته كويسه الحمد لله، وكسب النادي الاهلي واحتل الصداره منفردا بفرق 5 نقط عن الزمالك اللي في المركز الثاني، بعد اداء قوي جدا. الاهلي اداؤه بيعلى بعد الفوز على الفريق طموح بيراميدز في الاسبوع اللي فات، والنهارده يستمر في سلسله الاداء القوي والفوز الثاني ويكسب نادي انبي المكافح. وبنحيي الكابتن طلعت يوسف على ادائه، فعلا انبي لو استمر في الاداء ده بقيه الدوري لا هيبقى ليه مكانه كويسه جدا. الاهلي يرفع رصيده عند 30 نقطه ويحتل المركز الاول. وكده اتكلمنا النهارده عن ماتش الاهلي وانبي والزمالك والداخليه، واتكلمنا عن شويه اخبار وشويه تفاصيل مع بعض. ولمحبي الكرة الانجليزية الكرة العالمية الجميلة، تابعوا فيديوهاتنا اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية مع الكابتن حازم البيومي، ومع السلامة.